السلام عليكم. أهلا بيكم في قناة سمارت هيرو. معكم عمرو أحمد فؤاد، مدرس الرياضيات. لو أنا عندي يوم السبت والحد والاثنين، احتمال يوم السبت يكون درجة حرارته 21 أو 25، ويوم الحد احتمال تكون برضو درجة الحرارة 21 أو 25، ويوم الاثنين احتمال تكون درجة الحرارة 21 أو 25. حابب أحطهم بطريقة سهلة تسهل عليا إن أنا يبقى حاجة أسهل. لما يكون معايا كمية معلومات أكتر بيبقى كتابتها أصعب، فأنا حابب أكتبها بطريقة إن أنا هرمز بيوم السبت ده رقم 1، ويوم الحد رقم 2، ويوم الاثنين رقم 3. 21 هيبقى 1، 25 هيبقى 2. يعني أنا هكتب دي مجموعة هسميها السين، اللي هي عبارة عن 1 و2 و3، واللي بعديها دي هتكون مجموعة اسمها الصاد. الصاد دي عبارة عن درجات الحرارة 1 و2. أنا لما هكتب أنا قلت احتمال يوم السبت يكون 21 أو يوم السبت يكون 25، يعني ممكن يوم السبت 21 ويوم السبت يكون 25. ممكن اكتبها في هيئة رياضية عبارة عن ان انا بقول اني الواحد اللي هو يوم السبت احتمال يكون 21 واحتمال يكون 25. طب يوم الحد اللي هو 2 احتمال يكون 21 واحتمال يكون 25. يوم الاثنين اللي هو 3 احتمال يكون 21 واحتمال يكون 25. وده اللي بنحب نرمز له بسين في صاد. يبقى لما اقول لك سين في صاد، الواحد يبقى يوم السبت هيبقى 21، ويوم السبت احتمال يبقى 21 او 25. بعيدا عن الاحتمالات خلينا ناخدها كأرقام دلوقتي. احنا فهمنا المضمون: 1 مع 1، 1 مع 2، 2، 2 مع 1، 2 مع 2، 3، 3 مع 1، 3 مع 2، واقفل قوس المجموعة. وكده انا عملت حاجة اسمها حاصل الضرب الديكارتي اللي هو س في ص. طب ممكن اسأل سؤال: لو كتبت انا في الجدول بدل س في ص، كتبت مثلا بدل 1 مع 1 كتبت عكست، يعني كتبت 1 مع 1 و1، هو عشان الأرقام متشابهة. يعني لو الأرقام مثلا مختلفة، يعني هنا 4، خلينا مثلا إن صاد 4 و5 مثلا. ما ينفعش إن أنا أقول 1 و4، أقول 4 و1، يعني أغير في الترتيب. أنا هنا في الجزء الأول بكتب إيه؟ اليوم اللي هو السبت، ده اليوم ودي درجة الحرارة. يبقى أنا لازم أحافظ على الترتيب لما أقول لك س في صاد. طب لو قلت لك صاد في س، يبقى انا هنا برضو احافظ برضو على الترتيب. ابدا من صاد: 1 و1، 1 و2، 1 و3، 2 و1، 2 و2، 2 و3. وهو ده باختصار هو حاصل ضرب الديكارتي. دلوقتي ناخد مثال تاني. هنستعيد عن كل المجموعات اللي احنا خدناها دي. مثلا بقينا معانا مجموعه زي ما قلنا مثلناها، بس احنا خلاص هنسيبنا دلوقتي من التمثيل وناخدها كارقام مباشره. يعني السين 1 و2 و3، والصاد مثلا 1 و2، 1، 4 و5. يلا نعمل حاصل ضرب ديكارتي. س في صاد يضرب ازاي حاصل ضرب ديكارتي؟ بضرب الواحد س في صاد، هفتح مجموعة واكتب الأول مين ومين: 1 و4، 1 و4، بعديها 1 و5، 1 و5. طب ينفع اكتب بدل 1 و4 اكتب 4 و1؟ لا، انا كده غيرت الترتيب وغيرت الحاجة. كده انا هتلخبط، لان انا رامز. لما كنت رامز ورا كنت رامز ليوم السبت برمز، ويوم الحد برمز تاني. يعني يوم السبت 1 ويوم الحد 2. لو عكستهم طب انت كده 2 تقصد يوم الاثنين ولا درجة حرارة 21 او 25؟ فانت لخبطت. يبقى لازم احافظ على الترتيب. ما ينفعش اقول لو بدأت بسين في صاد ببدأ بسين الاول اللي هو 1 و4، 1 و5. لو بدأت بقى صاد في سين تبقى 4 و1 و4، 4 و1 و4 و2 و4 و3، وهكذا. نكمل: 1 و5، 2، بعد كده بقول 2 وكام و4، 2 و5،
بعد كده 3 و4، بعد كده 3 و5. نقفل المجموعة كده. يبقى احنا فهمنا يعني ايه حاصل الضرب الديكاردي. عايز بس مراجعة سابقة لكم معلومة اخدهم قبل ما ابدأ. طبعا احنا عارفين لو معايا س فرق صاد، مجموعة احنا خدناهم في الصف السادس الابتدائي، س فرق صاد او صاد فرق س، وخدنا قبل كده س اتحاد صاد، وس تقاطع صاد. ازاي هجيب دي؟ بداية يعني ايه س فرق صاد؟ يعني انت معاك مجموعة في س، وليكن طماطم وبصل مثلا. لما اقول لك فرق يعني خد لي منهم شيل لي منهم البصل اللي هكتبه لك دلوقتي. كتبت لك البصل، يبقى انت هتشيل لي من المجموعة دي ايه؟ هتشيل لي البصل، يبقى هيبقى ايه؟ هيبقى الطماطم. يبقى انا المجموعة دي هشيل منها البصل، يبقى معايا الطماطم حسب ما هو قال لي اشيل ايه. ناخدها بالارقام وبالمجموعات. لو معايا س، خلينا نبدأ في واحدة جديدة. لو معايا المجموعة مثلا 1 و2 و3، دي س. صاد عبارة عن 1، مجموعة 1. قلت لك س فرق صاد، يبقى أنا بقول لك خد لي من س، خد من السين صاد وشوف الباقي كام. س 1 و2 و3 هاخد منها ايه؟ 1. يبقى أنا هاخد من 1 و2 و3 هاخد الواحد، يبقى 2 وايه و3. 2 يبقى المجموعة 2 و3. يبقى أنا كده جبت س فرق صاد. في سؤال برضو مهم، يعني مثلا افرض كان الرقم ده 5، هل هنا في 5؟ لا. يبقى انا لما اقول في س فرق صاد اصلا هنا مفيش 5، يبقى هنزل مجموعة س زي ما هي، اللي هي 1 و2 و3، لان مفيش 5. مفيش بصل هنا، طماطم وبصل وبقدونس مثلا. اما هنا بيقول لي مثلا شيل الجزر، هنا مفيش جزر. ماشي. المجموعة التانية طب يما اعكسها اقول صاد فرق س، يبقى المجموعة اللي في صاد اللي هي 5 هاخد منها 1 و2 و3. هل الواحد و2 و3 موجودين هنا؟ مفيش غير 5 هنا، يبقى الناتج 5. ده هو الفرق. طب الاتحاد، لما اقول س اتحاد صاد معناها بجمع المجموعتين، عملت معاهم اتحاد، عملوا اتحاد مع بعض، 1 و2 و3 و5. 1 و2 و3 و5. لو قلت س تقاطع صاد، ايه المشترك في السين والصاد؟ هل في حاجة مشتركة هنا؟ لا، مفيش حاجة مشتركة، يبقى هي ايه؟ فاي. يبقى المجموعة فاي، والمجموعة فاي قلنا هي مجموعة عبارة عن مجموعة فارغة. ماشي.